تخيل طفل صغير مسافر لبلد غريبة ودخل مدرسة بيتعرض فيها لإهانة وتنمر كل يوم ومش عارف يدافع عن نفسه لحد ما يقابل راجل غامض ومثير للفضول. هل الراجل ده هيغير حياة الطفل ولا هيفضل زي ما هو؟ لو أول مرة تشوف عالم الأفلام ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب. فيلمنا بيبدأ مع ولد صغير اسمه دري اللي في الوقت ده كان هو وأمه شيري مسافرين للصين علشان الأم جالها شغل هناك، ودري كان حزين عشان هيودع قرايبه وأصحابه وبيركبوا الأتوبيس وبيتجهوا على المطار. وفي الطيارة شيري كانت بتدرب نفسها على اللغة الصينية على عكس دري اللي ما كانش لسه عارف ولا كلمة بالصيني لأنه ما كانش مهتم يتعلم وبيتفرج على معالم الصين في المجلة. وشيري بتطلب منه إن هو يحاول يكلم مع الشخص الصيني اللي جنبه، ودري بيحاول يتكلم معاه بالصيني بس الراجل بيطلع إن هو بيتكلم إنجليزي. وبعد رحلة طويلة بيوصلوا لولاية بكين في الصين وبيقابلوا في المطار موظفة الاستقبال اللي بتاخدهم في عربيتها عشان توصلهم لبيتهم الجديد. ولما بيوصلوا دري بيتعرف على ولد من سنه اسمه هاري، وموظفة الاستقبال بتوصل دري ومامته لبيتهم الجديد وبتقول لهم لو قابلتكم اي مشكله كلموا شخص اسمه السيد هان علشان هو بيعرف يتكلم انجليزي. وشيري بتطلب من ابنها ما يرميش الجاكيت بتاعه على الارض تاني وبتقول له كمان ما تنساش ان عندك مدرسه بكره. وبعد شويه وقت شيري بتقول لابنها روح دور على عامل الصيانه علشان سخان الميه مش شغال. فدري بينزل وبيحاول يتكلم مع عامل الامن بالانجليزي بس هو ما كانش فاهمه. ولما دري بيقول له السيد هان العامل بيشاور له على بيته، فدري بيروح له البيت وبيقول له احنا عندنا مشكله في سخان الميه وعايزينك تساعدنا. بس هان مش بيرد عليه وبيتجاهله تماما. فدري بيحس ان هو ازعجه عشان جاله في وقت الاكل، وهان كان في دبانه بتضايقه وبيحاول يمسكها بعيدان الاكل بس في النهايه بيقتلها. ودري بيستغرب من تصرفاته وبيسيبه وبيمشي وبيشوف منتزه فيه العاب وانشطه كتير وبيلفت انتباهه بنت قاعده بتتدرب على الكمانجه لوحدها. وهاري بيقابله وبيعرض عليه يلعبوا كوره مع اصحابه ودري بيوافق عشان يلفت انتباه البنت وبيخش يلعب معاهم بس مستواه كان سيء جدا فبيتحرج وبيقرر يروح يجرب لعبه ثانيه وبيخش يلعب بينج بونج مع الراجل العجوز. وفي البدايه دري بيستهزأ بالراجل العجوز وكان معتقد ان هو هيكسبه بسهوله بس العجوز بيغلبه، ودري بيقول له بالراحه عليا انا مش قدك. والبنت اللي اسمها ميانج بتشوف دري وبتضحك عليه، وهاري بيفهم ان دري معجب بيها فبيشجعه عشان يروح يكلمها. ولما دري بيروح لها بينسى وبيكلمها انجليزي فبيحاول يتكلم معاها بالصيني وهي بتضحك على اللهجه بتاعته وبتقول له انا بعرف اتكلم انجليزي. ودري بيفرح وبيتعرف عليها وبيسمعوا اغاني سوا وبيتبسطوا بس بيتدخل صاحبها تشانج وما كانش عاجبه انها بتكلم ولد غريب وبيتعصب عليها وبيأمرها تركز في مذاكرتها. ودري بياخد الورق من الارض عشان يديه لميانج بس تشانج بيتعصب عليه وبيضربه، ودري بيجري عليه عشان يضربه بس تشانج بيوقعه تاني. وهاري بيحاول يتدخل ويهدي تشانج لكنه مش بيهدى وبيقول لدري يلا نكمل القتال. ودري بيحاول يضربه بس بيفشل وبياكل علقه محترمه، وتشانج ضربه في عينه ضربه قويه جدا. وفي النهايه ميانج بتتدخل وتمشي تشانج، كانت عاوزه تساعد دري بس هو بيقول لها امشي وسيبيني. ولما بيرجع البيت بيلاقي امه نايمه فبيخش اوضته بهدوء علشان ما تصحاش. وتاني يوم دري بيستخدم علبه مكياج امه عشان يداري على الاصابه اللي تحت عينه وبيجهز عشان يروح اول يوم دراسي ليه. وشيري بتاخده عشان توصله للمدرسه وهو كان لابس طاقيه عشان يداري اكتر على اصابته. ودري بيتصدم ان الولد اللي ضربه امبارح موجود معاه في المدرسه وبيقابلوا مديره المدرسه اللي بتقول لهم ان ممنوع الاطفال يلبسوا طاقيات. فشيري بتشيل الطاقيه وبتشوف ان دري حاطط مكياج وبتساله انت اتخانقت؟ فقال لها لا انا اتخبطت في عمود، وبتقول له روح لفصلك وهنتكلم بعدين. وفي وقت الغدا دري ما كانش عارف يستخدم معدان الاكل وبيتفاجئ بميانج جايه تساعده وبتسلم عليه، ودري بيشكرها على المساعده وديانج بتتاسف له على اللي عمله تشانج. ودري بيسالها مين الولد ده وهي بتقول له ده صديقي لان ابويا وابوه صحاب. ودري قال لها شكله معجب بيكي وكان غيران انك واقفه معايا. وميانج بتتحرك من كلامه وبتسيبه وبتمشي عشان تحضر درس المزيكا بتاعها. وفجاه تشانج بيظهر وبيقلب الاكل في وشه، ودري كان هيتخانق معاه بس المديره بتتدخل وبتمنعهم من القتال. ودري بيمشي وهو محبط وحزين، ولما بيروح بيشغل قناه بتعلم اساليب الكاراتيه وبيحاول يتدرب على الاساليب دي علشان ما يتضربش تاني. وفي الوقت ده السيد هان بيوصل عشان يصلح السخان وبيشوف اللي دري بيعمله، ودري بيشاور له على الحمام وهان بيخش الحمام وبيشوف ايه المشكله وبينادي على دري وبيقول له ان السخان عندك شغال، المفروض تدوسوا على الزرار ده وتستنوا نص ساعه عشان الميه تسخن وبعد ما تستحمى تقفل الزرار. ودري
دري مستغرب لانه ما كانش عنده زرار في امريكا، وهان بيساله ايه اللي حصل لعينيك، فدري بيقول له ان انا خبطت في عمود، وبيعرفه ان اخرة الباب بايظه، فهان بيصلحها وشيري بتوصل وبتزعق في ابنها عشان مش بيعلق هدومه ودايما بيرمي لبسه على الارض. وهان بيشوف الموقف ده، ودري حياته في المدرسه بتتحول لمأساة لانه لما بيشوف تشانج بيتهرب منه وبيستخبى علشان ما يشوفوش، لان دري اصبح خايف منه. وبعدها بيخش المسرح وبيشوف ميانج وهي بتتدرب على العزف، والمدرس بيقول لها انت بتتدربي غلط ومحتاجه دروس زياده عشان تتحسني، واروح اتصل بوالدك علشان اقول له. وبمجرد ما المدرس خرج، دري بيخش يسلم عليها وبيقول لها ان عزفك كان رائع، وبيسالها انت بتتدربي ليه، فقالت له عشان انا عندي تجربه اداء الشهر الجاي في اكاديميه بكين. ودري بيضطر يمشي لما المدرس رجع تاني، وبيتفاجئ بره بتشانج مع العصابه بتاعته اللي بيتنمروا عليه من تاني، وبيخرجوا حاجته من الشنطه وبيرموها على الارض. وتشانج بيطلب من دري ان هو يبعد عن طريقه ويبعد كمان عن ميانج، ودري طبعا بيحس بالاحباط بسبب تنمر تشانج عليه والاهانه. وبعدها دري وشيري بينزلوا يتمشوا، ودري بيتبسط لما بيسمع صوت ولاد بيتدربوا على الفنون القتاليه، وبيجري وبيشوف الولاد وهم بيتدربوا وبيتحمس جدا وبيكون عاوز ينضم للمدرسه، وبيتجول في المكان وبيشوف معلم بيدرب التلاميذ. وتري بيتصدم لما بيطلع ان تشانج طالب في المدرسه، وبيتراجع وبيقرر ما ينضمش للمدرسه. وشيري بتساله ايه اللي حصل وانت ليه متضايق كده، وبيقول لها انا متضايق اننا جينا الصين. وشيري بتوقفه عشان تتكلم معاه، وبالصدفه بيكون وقفوا قدام بيت السيد هان. ودري بيقول لها انا كرهت البلد دي، نفسي ارجع لبلدي ولصحابي. وهي بتقول له مش هينفع نرجع لامريكا عشان شغلي بقى هنا، حاول تعتبر الصين انها وطنك الجديد. بس دري مش بيرد عليها وبيمشي، وبيطلع ان هان كان سامع كل كلامهم. بعدين دري بيروح مع المدرسه لرحله مدرسيه، وكالعاده هو كان حزين ومحبط. ولما ميانج بتقرب منه وبتتكلم معاه، هو بيقرر يبعد عنها عشان ما يخشش في مشاكل. بس طول الوقت دري ما كانش حاسس بالامان، وحاسس ان تشانج هيتنمر عليه في اي وقت، وبيقرر ما يسيبش حقه وينتقم من تشانج واصحابه. ودري بيحاول ان هو يستخبى منهم عشان يعدي من الطريق من غير ما يشوفوه، وبيقرر بعدها ان هو يرمي جلد الميه على تشانج واصحابه كعقاب بسيط من اللي بيعملوه معاه. وبيرمي الميه على تشانج فعلا وبيهرب، وتشانج واصحابه بيشوفوه وبيبداوا انهم يطاردوه. ودري بيكون سريع جدا وبيحاول ان هو يهرب منهم، لكن تشانج واصحابه بيكونوا مصممين انهم يمسكوه. وللاسف دري بيتحاصر وبيقدروا ان هم يمسكوه، واصحاب تشانج بيكتفوا دري، وتشانج بيبدا ان هو يضربهم لحد ما دري بيقع على الارض. واحد من زمايل تشانج بيقول له كفايه كده، لكن تشانج بيقول له ان المدرب بتاعه معلمهم ان مفيش رحمه، وبيعوز ان هو يكمل ضرب في دري اللي بيبقى واقع على الارض. لكن فجاه هان بيظهر وبيمسك ايده وبيطلب من تشانج واصحابه ان هم يرجعوا لبيوتهم، لكن تشانج بيرفض وبيبدا ان هو يهاجمه، وهان بيضربه بكل سهوله. وبعدها اصحاب تشانج كلهم بيهاجموا هان اللي بنكتشف ان هو خبير في رياضه الكونج فو، وهان بيقدر يتغلب عليهم بكل سهوله من غير ما يضرب حد فيهم بطريقه مباشره. ودري بيشوف هو بيتفادى ضرباتهم وبيستخدم اجسامهم عشان يخليهم يضربوا بعض. وبعد ما تشانج واصحابه بيحسوا باليأس بيمشوا، وبعدها هان بياخد دري لاوضته وبيعالج الكدمات اللي عنده بالطريقه الصينيه. وبيقول لدري بعدها ان هو اتعلم رياضه الكونج فو من ابوه، فدري بيطلب منه ان هو يعلمه، لكن هان بيرفض وبيقول له خليك بعيد احسن. بس دري بيترجاه وبيطلب منه يكلم المدرب بتاع تشانج عشان يخليه يبعد عنه. ساعتها هان بيفكر ان هو يساعده وبياخده وبيروح لمدرسه الكونج فو اللي بيتدرب فيها تشانج، لكن بيشوف ان مستر ليل المدرب بتاعهم بيعلمهم ان هم يكونوا عدوانيين من غير اي رحمه. وتشانج بيشوف هان ودري وبيقول للمدرب ان هان هو اللي ضربهم، فهان بيقول للمدرب لما 6 يهاجموا طفل ده مش عدل. فليه بيقول لهان ان تشانج جاهز يلاعب دري على الحلبة دلوقتي، وهان بيقول له ان هو مش جاي يتخانق وبياخد دري عشان يخرج، لكن ليه بيوقفه وبيقول له ان هو لو مشي دلوقتي تشانج واصحابه مش هيسيبوا دري. وساعتها هان بيشوف اعلان لبطولة كونج فو وبيقول للمدرب ليه ان دري هيلاعب تشانج في البطولة دي، ولحد ما يجي ميعاد المباراة مش عايز تشانج يقرب من دري. والمدرب ليه بيقبل التحدي، ولما هان بيخرج مع دري ما فهمش هما اتفقوا على ايه. هان بيقول له ان الخبر الكويس ان تشانج مش هيقرب منه تاني، بس الخبر الوحش ان هو لازم يستعد عشان هيلاعب تشانج واصحابه واحد ورا واحد في بطولة الكونج فو المفتوحة. ودري بيترعب وبيقول له انهم بالشكل ده يضربوه اكتر واكتر، لكن هان بيقول له ان من دلوقتي هو هيدربه بنفسه.
ودري بيكون في قمه سعادته وبيبلغ امه ان هان هيعلمه الكونج فو، وبيروح لهان في بيته عشان يبدا تدريبه، وبيقابل هان وبيشوف ان عنده عربيه قديمه في الجراج، ودري بيكون متحمس جدا ان هو هيبدا التدريب، وبيفضل يقول لهان ان هو عنده خبره وانه كمان سريع جدا. طبعا هان بيكون عارف ان دري متحمس لكن ما عندوش اي فكره عن القتال، فبيطلب منه ان هو يجيب الجاكيت بتاعه ويعلقه على العمود قدامه، وبعد ما يعمل كده ينزل الجاكيت ويرميه على الارض، ويعيد نفس اللي عمله ده كل يوم من تاني. وفي يوم دري بيقابل يانج في المدرسه، وبتكون عرفت ان هو بيتدرب عشان يشارك في بطوله الكونج فو، وبتعرفوا ان في مهرجان شعبي هيتعمل وانها هتروح المهرجان ده وهتكون مبسوطه لو دري هو كمان راح، ودري بيوعدها انه هيكون معاها في المهرجان. ودري بعدها بيروح لتمرينه مع هان اللي بيكون لسه بيصلح العربيه، وبيخبي الجاكيت بتاعه وبيقول لهان انه نسي يجيب الجاكيت، لكن هان بيقول له يجيبه من بره مكان ما خباه. طبعا دري بيكون حاسس بالملل لانه ما بيعملش اي حاجه غير انه بيعلق الجاكيت، وهان بيأكد عليه ان هو يعلق الجاكيت صح لانه هو بيعلقه غلط. وفي الوقت ده شيري بتوصل عشان تاخد دري للمهرجان، بتكون حاجزه التذكره كمان لهان عشان يروح معاهم، وهان بيرفض في الاول لكن بيوافق بعد ما شيري بتترجاه، وبيروحوا فعلا للمهرجان هما الثلاثه، وان دري بيقول لهم هيغيب عنهم شويه وراجع من تاني، وبيسيب هان مع مامته وبيروح عشان يقابل ميانج اللي بتشاور له عشان يقابلها في كواليس مسرح العرايس، بيكون جايب لها سي دي هديه ومعاه نوتة موسيقيه، وهان بيكون مع شيري وبيشوفوا عرض العرايس مع بعض، وميانج بتحكي لدري قصه العرض اللي بتكون عباره عن اميره بتحب راجل فقير رغم الصعوبات اللي بتواجههم، وبيوعدوا بعض بعدها ان ميانج تحضر مبارياته في الكونج فو ودري يحضر عرضها الموسيقي، وبيتوعدوا هما الاثنين انهم يكونوا اعز اصدقاء. تاني يوم دري بيروح لهان عشان يتمرن التمرين اللي حفظه وزهق منه عشان يعلق الجاكيت، بس المره دي دري بيتعصب وبيقول لهان ان هو زهق ومش عايز يتعلم لانه شايف ان هو ما بيتعلمش غير ان هو يعلق الجاكيت، وبيقول لهان ان شكله ما يعرفش اي حاجه عن الكونج فو، وهان ساعتها بيقرر ان هو يعلمه الهدف اللي كان ورا تكرار خلعه وارتداءه للجاكيت. وتري بيتفاجئ ان كل حركه اتعلمها في العمليه اللي تبان انها بسيطه دي في الحقيقه انها ميكانيزم مهم جدا للدفاع او الهجوم في رياضه الكونج فو. وهان بيقول له ان الكونج فو موجود في كل نشاط بسيط بنعمله في اليوم بتاعنا، وبالنسبه لدري خلعه وارتداءه للجاكيت هو اكتر نشاط بيعمله باستمرار في يومه العادي. ودري اخيرا بيحس ان هو بيتعلم بجد، وهان بياخده معاه بعدها وبيركبوا القطر، وبيقول له ان هو يوديه المكان يتعلم فيه ازاي يتحكم في طاقته الداخليه. وبعد ما بينزلوا من القطر بياخدوا مواصله تانية لحد ما بيوصلوا لجبل عملاق، وهان بيقول لدري ان هو اتعلم رياضه كونج فو فوق قمه الجبل ده، وبيقول له ان هو ياخده المكان اسمه بئر التنين عشان يشرب من هناك. ولما دري بيعطش وهم طالعين هان بيقول له ان الميه موجوده على قمه الجبل، وبعد ما بيوصلوا دري بيشوف اساتذه الكونج فو وهم بيتمرنوا، وبيلفت انتباهه معلمه كونج فو بتكون واقفه على حافه الجبل وبتكون قدامها كوبرا مرعبه بتقلد كل حركاتها. وهان بعدها بيندهله وبيقول له انهم وصلوا لبئر التنين، وبيقول له ان ابوه قال له ان هو لو شرب من الميه السحريه اللي في البير ده محدش هيقدر يهزمه بعدها. فتري بيحط وشه في الميه وبيشرب على قد ما يقدر، وبيحكي لهان عن المعلمه اللي كانت بتقلد حركات الكوبرا، لكن هان بيقول له ان المعلمه وصلت في تحكم لطاقتها خلى الكوبرا نفسها هي اللي تقلدها وكانها واقفه قدام مرايه. ودري بعدها بيقول لهان ان هو حاسس ان هو وصل لقمه تركيزه، فهان بيقول له ان هو بيمرنه ان هو لسه محتاج يركز شويه. وبعد ما بيخلصوا فتره تدريبهم هان بياخد دري وبيرجعوا البكين تاني بالقطر، وبيوصلوا بعدها لشيري اللي بتشكره ان هو بيساعد دري. ودري بعدها بيكون قاعد بيتغدى مع امه، لكن واضح ان موضوع الكوبرا والمعلمه بيكون شاغل باله، فبيحاول ان هو يحرك راسه قدام امه عشان تقلده زي ما شاف المعلمه بتعمل لحد ما امه نفسها بتزهق منه. المهم ان هان بيبدا يوصل للتدريب مع دري لمستوى اعلى، وبيوجه ضربات لدري من ورا ستاره عشان يعلمه ازاي يتوقع ضربات الخصم، وتمرينات تانية كتير جدا متقدمه. ودري جسمه بيبدا ان هو يظهر عليه ان هو بقى اقوى. وفي يوم بيروح لهان عشان يمرنه، وهان بيقول له ان هو هياخد راحه النهارده لان التدريب زياده عن اللازم مش مفيد. فدري بيسيبه وبيروح يقابل ميانج اللي بتكون متوتره لان تجارب الاداء بتاعتها هتكون بكره، فبيقترح عليها انها تاخد اجازه من التدريب ويخرجوا مع بعض، وبيقول لها ان التدريب زياده عن اللازم مش مفيد. وميانج بتوافق انها تقضي اليوم مع دري، وفعلا بيعملوا كده وبيقضوا اليوم مع بعض وبيكونوا مبسوطين جدا. بس اللي بيحصل ان ابو ميانج بيكلمها على تليفونها وبيقول لها ان تجربه الاداء بتاعتها اتغير ميعادها وهتكون كمان 20 دقيقه، فبتجري بسرعه وتركب العربيه مع ابوها اللي الواضح ان هو بيكون اتضايق من دري لان هو عطل بنته وبصعوبه كبيره. والد ميانج بيقدر ان هو يوصل بنته
بنته لتجربة الأداء بعد ما اتأخرت، ودري هو كمان بياخد طريقه كله جري لحد ما بيوصل القاعة وبيدخل وبيشوف ميانج وهي بتعزف على المسرح لحد ما بتخلص الاختبار بتاعها، وميانج بتنجح بعدها واخيرا بتتقبل في المعهد. وبتشاور لدري وهي مع ابوها، لكن ابوها بيطلب منها تقول له انهم مش هيبقوا صحاب لان باللي عمله ده كان هيضيع مستقبلها. وتشانج بيكون موجود وبيقول له ان هو مستني عشان يلعبوا في البطولة، ودري بعدها بيروح لهان عشان يزوره، لكن بيتفاجئ ان هان ماسك مطرقة وبيكسر العربية اللي كان بيصلحها. هان بيكون حالته النفسية سيئة جدا، ودري بيعرف ان هان بيعمل كده لان اليوم ده هو الذكرى السنوية لموت مراته وابنه واللي ماتوا في حادثة بالعربية دي. وللاسف هان هو اللي كان سايق وقت الحادثة، ومن ساعتها هو بيلوم نفسه ان هو كان السبب، وبيفضل يصلح العربية دي طول السنة ويرجع يدمرها في ذكرى وفاتهم. ودري بيتأثر جدا باللي حصل لهان ويقرر ان هو يخرجه من العربية عشان يرجع يمرنه، وبيكون عاوز يوصل رسالة لهان ان هو لازم يواصل حياته وما يلومش نفسه على اللي حصل. واللي بيحصل ان دري بيواصل تدريباته مع هان ليل ونهار، ومستواه بيكون اتدور جدا ووصل لمراحل متقدمة، وكل التدريبات اللي كان بيفشل فيها في البداية مع هان بقى بيأديها باحترافية عالية جدا لدرجة ان هان بقى معجب بأدائه. ولكن للأسف ميانج بتبقى لسه رافضة انها تتكلم معاه، وبيجي وقت الاستعداد للبطولة وهان بياخد دري عشان يعاينه المكان اللي هيلعب فيه، وهناك هان بيقدم له بدلة كونغ فو هدية عشان يلعب بيها في البطولة، ودري بيفرح بيها جدا. وهان بيقول له ان هو مش مهم يكسب او يخسر، المهم ان هو قاتل للنهاية ويكسب احترام الموجودين، وان هو نفسه اتعلم منه ان هو لازم دايما يختار ان هو يعيش وما يهربش. وبيكون فاضل حاجة واحدة بس يعملها لدري، فبيكتب له جواب اعتذار بالصيني، ودري بيروح يقراه قدام ميانج وابوها، وبيوعد ابوها ان هو هيكون اكتر صديق بيخاف على ميانج ومش هيسبب لها اي مشاكل تاني. وابو ميانج يعجب بشجاعة دري وبيسامحه، وبيقول له ان هو ميانج هيحضروا بطولة الكونغ فو عشان يشجعوه. وبكده دري بيكون خلص كل اللي وراه ووصل لقمة لياقته وبقى مستعد للبطولة. وفي يوم البطولة ميانج وباباها بيكونوا موجودين عشان يشجعوا دري، ودري بيستعد وهو متوتر عشان يلعب اول مباراة بعد ما بيشوف تشانج بيلاعب واحد قبله بعنف وبيكسبه. ولما دري بيبدأ المباراة في الاول بيكون خايف وبيهرب من الخصم، لكن بعد ما هان بيقول له يركز بيقدر ان هو ياخد من اللاعب اول نقطة، وبعدها بياخد منه النقطة الثانية وبيكسب اول مباراة. ولاعبين مدرسة تشانج بيكونوا بيوقعوا كل خصومهم بدون رحمة، ودري بيلعب مباراته الثانية وبيكسب فيها بكل سهولة هي كمان. ومدرب لي بيكون متضايق جدا لان دري وصل لدور الثمانية، ودري بعدها بيلعب واحد من مدرسة لي وبيقدر ان هو يتغلب عليه وبيصعد للدور قبل النهائي. وهان بيقول له انه لازم دلوقتي يفوز ب3 نقط في الماتش مش نقطتين بس عشان يكسب المباراة. وبتشوف المنظمين بيجهزوا حلبة خاصة للنهائيات، وتشانج بيلاعب واحد بعدها من مدرسة تانية وبيكون عنيف جدا معاه وبيفوز على اللاعب فوز ساحق وبيصعد للمباراة النهائية. وبيجي معاه مباراة دري مع واحد تاني اسمه لي يانج من نفس مدرسة لي، وقبل ما لي يانج بيقابل دري المدرب لي بيطلب منه ان هو يكسر رجل دري، وهان بيطلب من دري ان هو يركز، والمباراة بتبدأ بعدها. ولي يانج بيلعب بطريقة غير نظيفة وبيضرب دري على رجله بشكل غير قانوني وبيسبب له إصابة قوية جدا، وبيتم استبعاد لي يانج من البطولة. ودري بيفوز بالمباراة وبيصعد للنهائي عشان يقابل تشانج، لكن بعد إصابته بيتنقل لغرفة العلاج والدكتور بيقول له ان هو لعب بشرف في البطولة، لكن للأسف إصابته قوية مش هتسمح له ان هو يكمل. لكن دري بيصمم ان هو يكمل وهو مصاب، رغم ان هان بيكون خايف عليه وبيقول له كفايه كده، لكنه عمل اكتر من اللي كان متوقعه. لكن مع تصميم دري هان بيوافق وبيعالجه بشكل سريع عشان يقدر يكمل. وقبل ما الحكام يعلنوا عن فوز تشانج بسبب تأخير دري عن الماتش، دري بيظهر عشان يلعب المباراة وبيكون بيعرج على رجله المصابة، وبنشوف المدرب ليه بيتريق على إصابة دري قدام هان. المباراة النهائية بتبدأ ودري بيحاول ان هو يبعد رجله المصابة عن تشانج، وبعد ما بيحاول يفادي هجوم تشانج بحركة رشيقة تشانج بيوجه له ضربة قوية وبياخد منه اول نقطة، لكن دري بيكون عنده تصميم كبير ان هو يكمل وبيطلع من تاني للحلبة، والمرة دي بيوقع تشانج على الارض وبيضربه بعدها ضربة قوية، ودري بيكسب اول نقطة وبيتعادل مع تشانج. ولما بيستأنفوا اللعب بعدها دري بيطير بحركة رشيقة جدا وبيوقع تشانج على الارض وبيضربه ضربة قوية في وشه وبيكسب منه النقطة التانية. ومدرب لي بيتصدم وبيتغاظ جدا وبيتكلم بعدها مع تشانج وبيطلب منه ان هو يكسر رجل دري باي شكل، وتشانج بيطلع للحلبة من تاني وهو مركز على رجل دري، واول ما بيبداوا اللعب تشانج بيطير في الهواء وبيضرب دري على رجله المصابة ضربة قوية ودري بيقع على الارض من الالم بعد ما تشانج تعادل معاه. وبكده اول واحد فيهم هيكسب النقطة اللي جاية هيفوز بالمباراة، ورغم اصابة دري المضاعفة بيقف على رجله من تاني عشان يكمل، وبيبدا ان هو يلعب باسلوب الكبرى اللي شافه مع هان لما كانوا على قمة الجبل. وهان ساعتها بيستغرب قوة التركيز اللي بقت عند
دري اللي بيظهر ان هو بدأ يفرض اسلوبه على تشانج، وتشانج بدأ يقلده، واول ما الحكم بيستأنف اللعب دري بيطير في الهواء وبيوجه لتشانج ضربة ساحقة، وبتكون دي النقطة الثالثة اللي بيفوز بيها دري اللي اخيرا بيفوز بالبطولة وسط جنون كله مشجعين. وتشانج بيطلب من المنظمين ان هو يسلم دري كاس البطولة بنفسه احتراما للي عمله، ده غير لاعبين مدرسة المدرب ليه كلهم يأدوا التحية لهان ودري احتراما ليهم بالرغم من صدمة المدرب ليه من اللي بيحصل. واخيرا دري بيكسب احترام كل اللي موجودين بسبب اصراره على النجاح. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش تشير ولايك وسبسكرايب عشان تشوف كل جديد.